ماشي. يعني انا صح، وجهة استمتعت بيه نظر. عشان مدبلج. امم طيب يلا نتنقل بقى للدوبلاج ومن غير حرق. طبعا اول طبعا. سؤال الناس عايزة تسأله، رحمة احمد ايه بقى النظام؟ طيب بالنسبه لرحمه احمد، هو انا اتمنى بس ان كل الناس يبقوا عارفين ان ليلي هي اللي عاملاها رحمه احمد عشان حاجه واحده. في افيه من اللي قالته رحمه احمد في تاريخها هيتقال في الفيلم، طبعا مش هقول هو الافيه. ايه اكيد ودوني الورشة. مش هقول برضه، هي ماشي. برضه في اشغال شقه قالت انا عامله عليك، وقالت في افلام تانية حاجات معينه برضه مش هحرق. ف ماشي. طيب يعني هي كأداء كان ايه؟ يعني أداءها كان لا كويس؟ جامده، لا لا لا، كويس. شاطره شاطره جدا جدا طب صراحه. حلو. بس زي ما قلت لك ليلي باد ما كانش ظهورها كتير قوي في الفيلم مم. يعني. طيب وبالنسبة بقى للأصوات التانية، بدون يعني ما أكيد احترامنا لكل الناس اللي بتأدي الأصوات إن هم تعبوا في الأول في الآخر، ده شغل ليهم برضو، مش طبعا. يعني لازم نشكرهم ونقدر مجهودهم وتعبهم. فأنت طبعا مين أكتر حد أداءه عجبك في الأفلام، في الفيلم قصدي، في الدوبلاج يعني؟ هو يعني لو هنتكلم، بص ممكن نقسم ده لقسمين، قسم للناس الرئيسيين وقسم للناس اللي هم الجانبيين. ماشي. الرئيسيين انا انبهرت بضياء مم. بصراحه. ليه؟ عشان احنا شفنا في التريلر في باظ كتير كتير كتير. اه. طبعا في اللي هيشوفوا في الفيلم هيعرفوا ايه حكايتهم. بس مم. فكره ان هو كباظ، كل باظ يعني بيأديه ضياء عبد الخالق. فانا اتبسطت يعني وانا بسمعه بصراحه في الفيلم. فده تمام. يمكن اديله رقم واحد، ضياء مم. عبد الخالق. واللي بعده؟ ده في اللي هم في الرئيسيين يعني، اه اه، في الشخصيات وطارق الرئيسيه. إسماعيل. أستاذ والمركز طارق إسماعيل الثاني طبعا. يعني مم. طبعا رحمه احمد طبعا يعني برضو تحفه يعني، بس انا بتكلم على الناس اللي انا متعود عليهم يعني. مم. وبرضو طارق اسماعيل بصراحه كدور وودي عجبني جدا مم. في الفيلم. جيسي غصب عني انا يعني هي ما اثرتش بصراحه، اللي هي طب انا عندي عملته سؤال، دورها هو اللي عامل دور نورهان. جيسي فعلا زينب مبارك ولا حد تاني؟ زينب مبارك في الاعلان، لكن في اه. الفيلم نورهان حافظ اللي مم. عملت الدور. اصل الصوت كان صعب قوي بصراحه ومش لايق خالص على في الاعلان، ما كانش ظريف يعني. فانا ما يعني طبعا انا بحب صوت استاذ زينب مبارك جدا، بس الصوت باين فيه ان هو يعني ما فيهوش ايوه فاهم. الحماسه دي يعني، لا فاهمني؟ كانت تحس انه كبير على اه، كبير الشخصيه طبعا وكده. في السن، ايوه. لا هو في الفيلم يعني ممكن اقول نورهان لايق عليها علشان الفيلم فيه حزن كتير يعني. امم جيسي بتشوفيها وهي حزينه كتير، مش تمام. اللي هي الحماس الكتير مش قوي الحماس بتاعها ده. اللي زي الجزء التاني بقى والهايبره وكده. وعلى امم سيره الجزء الثاني، يعني اللي مش فاكر الجزء الثاني يحاول يفتكره كويس، عشان الجزء الثاني على وجه التحديد امم في حاجات اتقالت فيه يعني يعني حوارات. الفلاش باكس بتاعت فلاش باك ايميلي وكده. والسيناريو كمان، في بعض الكلمات في السيناريو اتقالت في الجزء